مساء الخير على حضراتكم واهلا وسهلا بكم في قول كوره. هنتكلم النهارده عن مباراه مصر وكاب فيردي، مباراه وديه تجريبيه في اطار الاستعداد لكاس الامم الافريقيه. كانت المباراه 1-1 وفازت مصر بركلات ترجيح 2-0. سريعا كده عشان اللغط اللي داير دلوقتي، احنا هنقول لكابتن حسام حاجه، احنا معاك. شفنا الكره الهجوميه، شفنا النقل السريع، شفنا المكسب، شفنا الاداء كويس. الكلام ده ما شفناهوش مع المدربين الاجانب اللي سبقوه، بدايه من هيكتور كوبر لكارلوس كيروش لخفير اجيري نهاية بروي فيتوريا. فكل الدعم ليك ان شاء الله الفترة الجاية. هنتكلم النهارده على ايه اللي عندك يا كابتن حسام وايه اللي عندنا. ايه اللي عندك يا كابتن حسام؟ عندك شوبير ياخد على الشناوي وخصوصا في مباراة الاعداد دي. عندك محمد هاني بيسلم نفسه بدر المهاجم وتهوره عالي شويتين خصوصا داخل منطقة الجزاء. عندك فتوح ما ينفعش تعتمد عليه باك شمال، الحتة الدفاعية ما بقتش موجودة عنده والهجومية تحتاجها منه اخر تلت ساعة في اي مباراة. عندك محمد حمدي يلعب في مركزه الاساسي باك شمال ومش هيقدر يديك كسرد باك. عندك مركز 6 لعب واحد بس هو مروان عطيه واللي طورت انت كتير من ادائه. عندك زيزو وسط يمين وتريزيجيه وسط شمال من غير ما نفكر. عندك صلاح يلعب قدام يمين ومرموش على الشمال، وسطهم اسامه فيصل واللي انت ما عندكش غيره. عندك مصطفى محمد لازم يكون دك. عندك استحواذ على الكوره وعندك نقل سريع بس ناقصه الفينش الهجومي. هنيجي نتكلم بقى على ايه اللي عندنا دعم الجمهور في كل مباراة ليك ووراك لغاية المغرب. عندنا دعم الاعلام الرياضي ليك وده موجود، بس انت ما تحطش في دماغك نظرية المؤامرة. عندنا دعم المسؤولين وعلى رأسهم سيد الوزير اشرف صبحي وده بيدعمك دايما. وعندك اخيرا اللي هو عندنا دعوات المصريين ليكوا وتوفيقكم ان شاء الله ويحفظ اللعيبة من كل اصابة. ده اللي عندك وده اللي عندنا، وان شاء الله اللي جاي افضل للكوره المصريه. كان معاكم هشام حامد حكم الكوره في قول كوره. سلام عليكم.